في فيديو سابق ذكرنا انه الدواشق اللي مصنوعة من الاسفنج الصناعي او الميموري فوم هي دواشق غير طبية، وحتى نعرف السبب لازم نوضح طريقة صناعة الاسفنج. تم صناعة الاسفنج الصناعي لأول مرة في السنوات ما بين 1930 و 1940 ميلادي. هاي السنوات بدأ العلماء بتطوير البوليمرات الصناعية وخصوصا البوليوريثان. بعدها تم تطوير الاسفنج الصناعي في عام 1937 في ألمانيا على يد مجموعة من الكيميائيين أهمهم الكيميائي أوتو باير. قام هؤلاء الكيميائيين بصناعة مادة مرنة خفيفة من خلال تفاعل كيميائي ما بين البوليول والأيزوسيانات مع الماء، نتج عنه رغوة أصبحت باللي نعرفه الآن الإسفنج. وبما أن الدواشق المصنوعة من الإسفنج الصناعي أو الميموري فوم هي مصنوعة من مواد كيميائية، فأكيد معظم هاي الدواشق تسبب مشاكل صحية. الآن خلونا نذكر هاي المشاكل الصحية واللي أكيد يحس بها أي شخص ينام على دوشق مصنوع من الإسفنج الصناعي الرخيص. معظم هاي الدواشق تطلق غازات مضرة تعرف بأوف جاسينج، تسبب مشاكل عديدة من ضمنها الصداع، دوخة، حساسية الأنف والحساسية التنفسية. بعض دواشق الإسفنج تحتفظ بالحرارة وتسبب تعرق ليلي، بالإضافة إلى أنها تكون بيئة مناسبة لنمو البكتيريا والفطريات. بالإضافة لذلك فإن بعض دواشق الإسفنج تسبب آلام الرقبة والظهر وتسبب اضطرابات النوم. وبعض الأشخاص اللي ينامون على دواشق مصنوعة من الإسفنج الصناعي أو الميموري فوم يعانون من تحسس جلدي بسبب بعض الأصباغ والمواد الكيميائية اللي تدخل في صناعة الإسفنج. لذلك احنا في كيزان ما نتعامل بالدواشق اللي مصنوعة من الإسفنج الصناعي أو الميموري فوم أو أي نوع من أنواع الدواشق يدخل في صناعته مواد كيميائية. رؤيتنا وهدفنا في كيزان هو تقديم دواشق تكون فعلا طبية مصنوعة من مواد فاخرة ومستخلصة من الطبيعة، مثل اللاتكس الطبيعي، شعر ذيل الحصان، الصوف والقطن الطبيعي. مع كيزان، فقراتك وعظامك بأمان.